السندباد العماني وولاية صحار. يعد السندباد البحري شخصية أسطورية بارزة في الأدب العربي، ويعتقد أن جذوره تعود إلى سلطنة عمان، حيث تمثل ولاية صحار مهد هذه الأسطورة. عرفت صحار تاريخياً بمكانتها كمركز تجاري بحري هام، حيث كانت تصدر النحاس واللؤلؤ والتوابل إلى مختلف أنحاء العالم. تتميز ولاية صحار بموقعها الاستراتيجي على ساحل خليج عمان، مما جعلها نقطة انطلاق للعديد من الرحلات البحرية. يعتقد أن مغامرات السندباد مستلهمة من تجارب البحارة العمانيين الذين كانوا يبحرون من صحار إلى وجهات بعيدة. تتضمن قصص السندباد العديد من المغامرات المثيرة، حيث يواجه مخلوقات عجيبة ويكتشف كنوزاً مخفية. يعد السندباد رمزاً للشجاعة والمغامرة، ويعكس الروح العمانية في استكشاف البحار. تبقى شخصية السندباد مرتبطة بولاية صحار التي تعد رمزاً للتاريخ البحري العماني، مما يعزز من مكانتها الثقافية ويجعلها مصدر إلهام للأجيال الجديدة.